مين فاكر الموبايل السامسونج الاي 15 ده اللي كان جاي مكسور نصين، اللي عملنا عليه فيديو من اسبوع؟ ده جابه لي عميل عايز يصلحه. بص الموبايل كده عامل ازاي. تعالى كده قول بسم الله ما شاء الله، الموبايل رجع اهو كأن لم يكن في اي شيء، والتليفون اشتغل وبقى زي الفل. طيب عايز تعرف تصلح ازاي وايه اللي تصلح فيه وكلف كام؟ تابع معايا الفيديو. اول حاجه هنا فكينا التليفون، لقينا البورده من جوه طبعا متدمره، الكونفرت الرئيسي بتاع الشاشه لقيناه بايظ تماما ولازم يتغير، لقيناه مكسور. رفعنا الكاميرات من التليفون عشان نبدا الشغل على بورده كويس. جبنا بورده قديمه فيها كونفرت سليم ورفعناه، وشلنا الكونفرت القديم من على بورده الاي 15، وبعد كده ركبنا الكونفرت الثاني وظبطناه. باقي معانا مشكله كبيره هنا اللي هي فلاتة الباور والبصمه فيها اطراف طايره، مش هينفع للاسف، ما لهاش حل وما لهاش بديل. نعمل ايه بقى؟ جبنا كوبريين من تحت البورده مسار الباور ووصلناهم، والحمد لله اللهم لك الحمد، الموبايل اشتغل طبيعي معانا بكل سهوله. وصلنا الكوبري وعملنا تيست الموبايل وجربنا والحمد لله التليفون اشتغل. بعد كده هنبدأ نوصل الكاميرات وفلات الشحن. بعد كده جبنا كابلين شبكة، كابلين الهوائي، لانه كابلات الشبكة اصلا اتقطعت خالص تماما في الجهاز، وبدأنا نوصلها. ووصلنا كابلات الهوائي اللي خاصة بالشبكة، وبعد كده هنبدأ نقفل التليفون زي ما كان. والحمد لله ده الشكل النهائي بتاع الموبايل، والموبايل اشتغل طبيعي وبقى زي الفل. لايك وشير وفولو، تحياتي ليكم.